اليوم احنا نتكلم عن مباريات اقصائيه. صحيح. مباريات اقصائيه ابحث عن النتيجه، اسجل جول وامشي. اعطيني النتيجه. تكسب ولا تلعب، هاي المباريات الاقصائيه. بس انا والله ادري زين وما سجلت وما سويت. نواف ممكن حتى بالاقصائيه المغرب حتى اليوم افضل صح بكثير. ادوار اقصائيه ولكن المغرب افضل. المغرب من اول دقيقه تشوف تركيزهم وتشوف الحبايب مو شايفين المباراه. لا يا عمو احنا اليوم افضل من سوريا. من اول دقيقه تحس المغرب على ما قال كابتن عبد الرزاق هو افضل من سوريا ونوايا الفوز. لا بغض النظر سوريا اليوم من 10 سوريا انا اعطيه تدري كم يا ابو عبد الله. حتى المغرب اليوم مو مع سوريا اي فريق ادوار اقصائيه. قلت لك امس لما تكون بالمجموعه تبي تتاهل، لما تروح ادوار اقصائيه استراتيجيه غير مختلفه راح يلعب للفوز. يا اخي اعطاني الملعب انا ابو خالد اعطاني الملعب اليوم اعطاني الملعب وهو قال لي العب من سوريا علي. سوريا قاعد يدافع ملعب يا جماعه. 2006 اسوأ اداء في البدايه كانت ايطاليا، تمام. وفي النهايه ابتدت النسق يعلى، مش تحفه، مش لا. وفي النهايه معلش خلينا نشوف الناس في العالم. تفضل راشد. ونواف انا مستغرب من حمد لان تو كنا نتكلم عن المنتخب السعودي قال المهم الفوز. الحين يوم تكلم عن المغرب قال انا قلت لا ما ولا يبطل المهم الفوز. ما سالت عن المستوى. دافعت عن لا انا دافعت عن الاسئله. ما تقول كلام ما قلنا. انا ما قلت المهم الفوز. ما قال عنك شيء. انا كنت موجود من يومين في الحلقه، من 3 ايام في الحلقه، وكابتن عبد الرزاق تكلم عن منتخب المغرب انه مش مقنع على المستوى الهجومي، لكن دفاعيا منتخب مقنع. منتخب اليوم يدافع ضد سوريا. لا انا تكلمت عن اليوم. على فكره المنتخب المغربي صعد متصدر مجموعته جايب 7 نقاط. هدف واحد. صعد الدور نصف النهائي اليوم، بيتم اليوم الاخير في البطوله. 300 دقيقة ما دخل شباكه أي هدف في آخر 300 دقيقة. اقنعك يعني؟ على فكرة ولا لاعب من المنتخبات الأربع منتخبات سجل على المغرب، حتى الهدف الوحيد اللي دخل مرمى المغرب سجل المدافع في مرمى. نعم صحيح. زين. فإذا هاي الأرقام اللي نحن تكلمنا عنها مش مقنعة، شو اللي يقنع؟ مو مقنع. انا اقول لك مو مقنع. لا حتى لما ارجع للتفاصيل مع السعوديه لعب الفريق السعودي الثاني. كيف تبغى المنتخب يقنعك يعني؟ يعني في النهاية يلعب ضد منتخبات ما بيفوز كل مباراة. راشد انت نفسك لما جينا قلنا من افضل 3 فرق في الحلقه اللي قبل امس ما ذكرت المغرب. ليش ما ذكرته؟ انا من اول حلقه مرشح المغرب والجزائر. خلي الترشيح. حنا الترشيحات رشحنا كثير. انا زلت ليش ما قلت انه من هذا هو الكلام. من الاردن وفلسطين والسعوديه. مقابلاته في الدوره الهجوميه. نعم احسن المقابلات اليوم ايوه يعني ما مش مقنع. من 4 اليوم احسن واحده مش مقنع. ايوه احنا واحد يا جماعه كابتن انت كمدرب اسمح لي بس ترى دقيقه ابو نواف. انت اليوم لما تقول لي العب 4 مباريات واحسن مباريات اليوم معناها في غير انت كمدرب دور المجموعات انت تقول اليوم مش مقنع. هو يقول لك اليوم افضل مباراه له. انت تقول مش مقنع. ابو نواف تدري ليش؟ سوريا طول المباراه من اول ما لاعب دفاع ملعب ما له نيه هجوم، يبغى يودي المباراه ضربات الترجيح. صح ولا لا؟ ما لعب انه يبغى يفوز. معلش بعد اذنك، انت كنت قاعد هنا امبارح، كنت قاعد هنا، كابتن رزاق هنا وانا هنا. حمد راح قال ايه؟ انتوا الثلاثه ومعاكم خالد بتقولوا ان المغرب ما قدمش احسن مستوى. لا المغرب قدمت مستوى والمغرب ما اعرفش ايه والمغرب ايه. عن ايش قلت؟ خالد عن ايش عن اليوم انا اتكلم عن اليوم. طيب لما تتكلم عن الكلام حمد لو ما قال شيء ما يستوي حمد دبيخ يا ابو نواف. والله ما يستوي. صاير ضد الرياض. ما تتكلموش عن المغرب والمغرب مقدمه. يا اخي رايي انا مش مقنع. انت خالد انت رايك مقنع. خلاص انا ما زعلت. انت غيرت رايك. انا ما غيرت. قلت حاجه امبارح. انا قلت شوف انا اليوم احسن المغرب اليوم. خالد بدره. خلاص تفضل يا كابتن خالد. حل العمل خالد. لا انتبه. خالد بدره. والله انا منبهر بالمنتخب المغربي على مستواه وعلى الاداء نتاعو. تلت الدوره كامله عنده استحفاظ معناتها في الخط الدفاع، في وسط الميدان، في الهجوم. صحيح نحن متفقين اللي كونه ما كانش ايجابي ما بالارقام مسجل 8 اهداف، صح ولا؟ المنتخب المغربي 5 أهداف. دخل مرمى هدف. دخل مرمى هدف. معناتها فريق متكامل متوازن. المدرب قاعد يشتغل في شغل جبار معناتها المنتخب المدرب
بصراحه معناتها واقف على كل كبيره وكل صغيره، ما ثماش ولا معناتها بالخصوص معناتها في ما بين الوسط والدفاع دائما معناتها مقفله الامور. هذا اللي قاعدين نتابعوا فيه. اليوم منتخب المغربي معناتها قدم مستوى كبير في الشوط الثاني. الشوط الاول شفناه كلنا، ما كانش شوط اول كان ثم في التوزيعات على الاطراف يمين ويسار معناتها كثير حاجات، اما كان التمركز نتاع المهاجمين ماهوش صح. توازن وصل في الشوط الثاني. كان معناتها فعال المنتخب المغربي، ضغط على الفريق على المنتخب السوري ثلث الشوط الثاني، وكان ينجم يسجل اكثر من هدف، ما في الاخر سجل الهدف نتاعو. نرجع للمنتخب السوري. المنتخب السوري من بدايه المباراه، من بدايه الدوره وهو في الخط الدفاع، وزي ما تكرم اللاعب السوري قال احنا فريق دفاعي قاعدين نلعبوا على المرتدات، كي نسجلوا هدف خلاص معناتها دائما عندنا دفاع قوي. الى متى مش تقعد بالكيفيه هذه وانت تلعب في مستوى هذا في مستوى معناتها مش تقعد دفاع لابد باش تسجل لك هدف، صح ولا عبد الرزاق؟ اقول لك المنتخبات الكبرى تعرف كيفاش تفوز في المباريات. عارف كيفاش تفوز، اما انت انا نريد نوصل للهدف هذا، نوصل للمقابله النهائيه. ما عندوش ادوات باش افوز باي طريقه نحب انا كمدرب. انت اليوم ما عندكش خربين. كابتن خالد منتخب سوريا شوف سجل هدفين في البطوله مسجلهم عمر خريبين، يعني هذا هو من اهدافه هذا هو مسجلهم عمر خريبين. ما عندوش مهاجمين اخرين باش يسجلوا له اهداف. على فكره طارق، خليني نرجع للارهاق خالد، سامحني. الارهاق اللي اليوم المنتخب السوري معناتها بدنيا طاح بدنيا. بان صح. بان طاح بدنيا. طارق انا باش نرجع لك بس لمباراه سوريا وفلسطين. ما كانش اجهاد كبير في المباراه هيك، صح ولا؟ لعبوا على التعادل بشهاده الجميع. ما ثماش ريتم في المباراه، كانت قريب توصل باص بس معناتها المفروض اليوم المنتخب السوري يظهر باداء اقوى. انا كنت نتكلم على المنتخب المغربي قدم مستوى كبير ضد المنتخب السعودي، وكان رتم في المباراه، وطيل 90 و 92 ولا 94 دقيقه المنتخب المغربي متماسك ومتجانس وكان قوي. امكانيات اعلى. هذا هو. انت اليوم كنت تتكلمني على المنتخب السوري اليوم بدنيا انا عايز اقول بس ان طارق السكتيوي واخد برونزيه اولمبياد باريس، صح؟ يعني هو مدرب المغرب برونزيه، واخد بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه. لا المحليين الشان. لا بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه. لا مش هو كابتن خالد. لا مش هو. طب تمام. اللي عايز اوصل له في ايه؟ ان المنتخب ده ما يعتبرش منتخب تاني، ده قد يكون المنتخب الثالث، لان هم عندهم كل اللعيبه اللي لعبوا في اولمبياد باريس تحت 23 سنه، منهم البعض راح المنتخب الاول، ومنهم لعيبه ما تقدرش تيجي مع حتى المنتخب الثاني عشان بيلعبوا في اوروبا. تمام. احنا دلوقتي بنتكلم على المغرب اللي هو يعتبر منتخب ثالث، ما بنتكلمش على اول ولا ثاني، واحنا كمان بنقيم منتخب ثالث. فانت لما تيجي تقول لي النهارده المنتخب الثاني كلهم محترفين في الدوريات، انا ماليش دعوه محترفين. انا عندي قوائم، ما في ثالث انا عندي قوائم منتخب اول. خلاص النهارده تم الاختيار بتوع كاس الامم الافريقيه، وزي ما كابتن خيري يقول لنا يعني في منتخب تاني مش موجود. الاولمبي في اكتر من 15 لاعب محترف في اوروبا، ما فيش حد فيهم جه في المنتخب الثاني. المنتخب الثالث مغمور، كلهم محترفين وخبراء. انا في النهايه بتكلم في ايه؟ ان ده منتخب جيد قدر انه يوصل للدور قبل النهائي ب5 اهداف وهدف وحيد بنيران صديقه دخله في مرماه. فاحنا بنقيم فريق قدر انه يوصل للمرحله دي وهو منتخب ثالث مش ثاني. بس السكتيوي كان مع الفريق اللي حاز على البرونزيه، صح؟ في الاولمبياد. السكتيوي هو كان المدرب بالضبط. كاس افريقيا المحليين وكاس المحليين هو بعد. امين الزحزوح لاعب منتخب اولمبي وواحد من افضل اللاعبين بيلعب في الجيش الملكي ودلوقتي راح قطر. ليس بمستواه الحقيقي مش حقيقي في المباريات، مش بيقدم مستوى جيد. من خيرة اللاعبين ترى، بس هو لاعب جيد. لا ننسى ان المنتخب المغرب خلال هذه البطوله تعرض لكثير من المشاكل الفنيه ومشاكل اللاعبين داخل الملعب، وبالتالي حالات الطرد
حالتين طرد، اصابات لاعبين. فهذه حالات تحسب ان المدرب كيف يتعامل مع الفريق في هذه المباراه. مباراه ترى مو سهله، يعني انت تقابل اليوم منتخب سوريا، مهما كان الامر، منتخب سوري عنده الطموح وعنده الرغبه الاكيده، ويقدم مثل ما الحين حمد يتكلم يقول غير مقنع. انا اقول صراحه حمد اعتقد انه ما شاف المباراه، اعتقد انه شك انه ما شاف المباراه. وامس البارحه قاعد يتكلم ان الحين زي ما قال خالد ان الحين يقول ان منتخب المغرب ما مقنع. بصراحه ارسلنا على بر يا حمد الدبيخي، الله يخليك، ارسلنا على بر. كيف ما مقنع منتخب يقدم لك هذا المستوى، ومنتخب يقدم لك افضل لاعبين، ومدرب يقدم لك مستوى عالي في خلال المباراه في هذه البطوله اليوم؟ ايش هو الاشياء اللي انت تريد تقنعها؟ 21 تسديده اليوم على منتخب سوريا، صاير يا صاير احصائي 21 تسديده حمد، 21 تسديده سدد منتخب المغربي، كيف تقولي ما مقنع؟ الاحصائيات اللي تعطيك التفوق ديال الفريق. اذا كذا اجل كلام ابو نواف ان سوريا افضل من المغرب. لا ليش الان ليش افضل سوريا؟ سوريا ولا هجمه منسقه ولا هجمه واحده سووا سوريا. حمد